السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا رايحة لتيتا عشان أشوفها النهاردة هتقولي حكايتها إيه النهاردة. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي. خير يا حبيبتي، عايزاكي تعرفيني النهاردة هتقولي لي إيه، هتعلميني إيه جديد. النهاردة مشكلة وحشة قوي. ليه بس يا تيتا؟ هقولك يا حبيبتي. بنت البواب اللي في الشارع اللي ورانا كانت بتحب ولد، وللأسف الولد ده ما كانش كويس، كان بيشرب حاجات مش كويسة، وبعدين اتقدم لها، فطبعا أهلها رفضوا لأن هم عارفين، والبنت كانت بتمشي معاه. فالولد اتقدم لها، ولما رفضوه استنى شوية وتقدم تاني وتالت، اتقدم لها 3 مرات. بعد كده طبعا قال لها أنا مش هتقدم لك تاني، لكن احنا المفروض نحط أهلك قدام الأمر الواقع. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني نتجوز. قالت له طب وبعد ما نتجوز هنروح نعيش فين؟ قال لها أأجر لك شقة. قالت له تقدر تأجر لي شقة؟ قال لها طبعا أأجر لك شقة واجيب لك حبة حاجات عفش كده وتعيشي كده ونعيش مع بعض ونبقى كويسين ومش عارف ايه، وعمل لها البحر طحينة خالص. فللأسف البنت سمعت كلامه، بس سمعت كلامه ايه بقى؟ في يوم من الأيام وهي ماشية رايحة تجيب الخضار لمامتها قابلها، فراح قال لها ايه، تعالي معايا أنا عايزة أقولك على حاجة. قالت له روح معاك فين؟ قال لها تعالي معايا، النهاردة مفيش حد في البيت، تعالي نقعد سوا بس نتكلم، عشان بدل ما حد يشوفنا من أهلك ويروح يقول لأهلك، أو يروح حد يشوفنا تاني ويروح يقول لأهلك، خلاص يبقى احنا ايه، تعالي نبقى بعيد عن عينين الناس. فقالت له بس هنروح بشقتك وانت مش أهلك موجودين. قال لها لا، ما أنا بقولك مش موجودين النهاردة، هما كلهم راحوا سافروا البلد، هيجوا آخر النهار. قالت له طب وبعدين؟ قال لها هنقعد لوحدنا كده نتبسط شوية، بس نقعد مع بعضنا شوية نتكلم كده شوية، وبعد كده خلاص روحي هات لهم الخضار وتعالي. قالت له طب خلاص ماشي، وراحت معاه. فلما راحت معاه حصل طبعا حاجات مش كويسة خالص، وكانت النهاية ان هي المفروض مش هتتجوز حد غيره، ما ينفعش تتجوز حد غيره. طبعا قعدت تعيط شوية، قال لها ما تعيطيش، ده انت مراتي، انت حبيبتي، انا بحبك، واحنا كده هنخلي اهلك يوافقوا على جوازنا. طبعا البنت راحت جابت الخضار وبدأت تنعزل عن أهلها شوية، وبدأت تاخد جنب شوية لأن هي خايفة من اللي حصل. فطبعا أهلها لاحظوا. ففي يوم من الأيام مامتها قالت لها مالك؟ قالت لها مفيش. وفي نفس الوقت البنت بدأ يظهر عليها حاجات غريبة، اللي هي زي إيه؟ نفسها مسدودة عن الأكل، بدأت ترجع. مامتها خدت بالها إن الدورة الشهرية ما بقتش تيجي، راحت قالت لها لا انت في حاجة، تعالي اما اكشف عليك. كشفت عليها، فالدكتورة للأسف قالت لها ان بنتك حامل. فطبعا الام طبعا انهارت من البكاء، والبنت انهارت طبعا، وكان موقف مش كويس. فالبنت تعمل ايه ولا الام تعمل ايه؟ الام راحت قالت لها خلاص اسكتي، وراحت قالت لابنها الكبير، قالت له اختك عملت كده عشان تحطينا قدام الامر الواقع، ما ينفعش اقول لابوك، ابوك كبير يروح فيها. قال لها طب وانت شايفه الحل ايه، نموتها ولا نموته؟ قالت له لا، ولا تموته ولا تموتها، يتجوزها ونخلص منها وخلاص، مش هي حبت كده، يشيل بقى الطين اللي هتشوفه بعد كده. قال لها طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ قالت له روح كلم ابوه وقول له ان ابنك عمل كده وان احنا عاوزين نجوزه. طبعا الولد راح وهو مش رافع راسه طبعا، لا، وهو خزلان، وراح علشان يكلمه. فالراجل الى حد ما طلع راجل معقول شوية، وراح قال له انا ما اقدرش اقول لك حاجة، انا عندي ولاية، لكن هقول لك ايه، خلاص هو بينام في أوضة عشان هو الولد الوحيد، يتجوزوا في الأوضة اللي بتاعته في الشقة اللي معانا وخلاص. طبعا هو عنده إخوات بنات، عنده 3 إخوات بنات وهو الولد عليهم. المهم جابوا الولد وقالوا له، أبوه قال له أنت عملت كده؟ قال له وطبعا فضل ونعمة من ربنا إنه هو اعترف كمان، لأنه ممكن في ناس تانية تنكر. فالمهم حضروا الشقة أو الأوضة بتاعتها دي، وضبوها وخلوا العفش بتاعه اللي هي عبارة عن سرير ودولاب في الأوضة يدهنوا بس من جديد، والأوضة اتدهنت واتجوزت على كده، لا في حاجة جابوها تاني ولا محتاجة، وشنطة هدومها من أهلها وخلاص. يوم الصباحية بتاعتها حماتها قالت لها قومي عشان تروحي تجيب لنا الفطار، ما عنديش بنات تخدمك، انتي هتخدمينا. وبدأوا يعملوها كخدامة. جابت بنت الأولانية، طبعا قرفوها وتعبوها، احنا بنحب الصبيان، كأن الواحد هو اللي بيجيب، مش دي هبة من عند الله سبحانه وتعالى، وان البني آدم لازم يرضى بما أعطاه الله، بما قسمه الله له، لا. فطبعا هي دلوقتي عايشة في عذاب. فكانت جت في يوم من الأيام بتسألني بتقول لي أعمل إيه؟
قلت لها يا بنتي أنا مش هقدر أقولك حاجة غير إن أي بداية غلط لازم ليها نهاية غلط، وده اللي أنا عايزة أقوله لكل بنت. كل بداية غلط لازم نهاية غلط. والأهل إن كانوا بيقولوا في بعض الأحيان آراء مش عاجباكي أنت كشخصة، لأن هم عندهم خبرة في الحياة عنك أنت، وأنت بيحبوكي، أنت حبهم، أنت دمهم، أنت لحمهم، مش هيهنوكي. لكن إذا كان الأب والأم من الناس اللي بتبيع عيالها ده موقف تاني. أنا بتكلم على الناس الأسوياء. الناس الأسوياء عمرهم ما هيبيعوا لحمهم. أنت اللي رخصتي نفسك وبعتي نفسك، ما تلوميش إلا نفسك يا بنتي. وطبعا أهلها رافضين إنها تتطلق ورافضين إنها ترجع لهم أصلا، فمضطرية تعيش في العذاب ده إلى ما لا نهاية. وده نتيجة زي ما قلنا اللي بيبقى بدايته غلط لازم نهايته غلط. وده لازم تتعلميه يا حبيبتي انت وكل البنات. سلام بقى.